يعني انا عامل الفيديو ده بخصوص موضوع الايجار القديم. يعني بناشد الحكومة، يعني انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ يعني واحد مستقر، مش مستقر، هنقول يعني قاعد في اربع حيطان والبيت مقفول عليه وتمام، فجأة بقى لقى نفسه بسبب قرارات الدولة خدتها انه بقى مهدد انه يبقى في الشارع. بناء على ايه؟ طب انتوا خدتوا قرار ده، خدتوه فكرتوا فيه صح؟ فكرتوا في الناس اللي هي فوق ال60 سنة دي، الناس اللي اتجوزت عيالها وعيالها خلاص، كل واحد بقى له بيت وعنده عيال وبتاع، هيعملوا ايه في اهاليهم؟ اهاليهم هتيجي تقعد معاهم، يبقى انت ضايقت الراجل الكبير في السن، ضيقتها عليه وضيقتها على عياله وضيقتها على عيال عيالهم. بتعملوا ايه بالظبط؟ وغير كده وكده، حتى لو هو سلم الشقة واخد شقة في سكن جديد، من الاماكن الجديدة اللي موجودة دي، انتوا هتجيبوا لهم اكتئاب. هو الشعب اصلا عنده اكتئاب، والشعب نفسه مش لاقي ياكل. فانت هتاخده هتقعده في حتة، يعني كان هو متربي طول عمره في مكان، ونفسيته وتعاملاته مع جيرانه وكل حاجة في مكان، فجأة بقى يلاقي نفسه في مكان تاني مع ناس تانية مع أشكال تانية. انتوا بجد صعب جدا القرار اللي انتوا بتاخدوه ده. هو مش قرار انه حاجه يعني كويسه او حاجه يعني خلاص بقى مشكله وانت بتحلها، لا دي كارثه انت بتحلها. فلازم تبقى يعني تتريثوا شويه في الموضوع. غير كده وكده، معظم الناس دي دافع حاجه اسمها خلو. الخلو ده وقتها كان جرام الدهب ب10 جنيه، دلوقتي جرام الدهب ب5000 جنيه، اقل حاجه بتدفع فيه. فانت لما تيجي هات لي الخلو اللي انا دافعه من وقتها، لو انت عايز بما يرضي الله، او الموضوع يبقى بالنص بين البائع والشاري، ومش ما حدش يقول لي انت بتشاركه. وهو بيعمل عقد وبياخد خلوه من وقتها، ما حدش ضربه على ايده وقال له كده. كان وقتها سعر الشراء، البيع والشراء قريب من سعر الايجار، والكلام ده قريب من نفس السعر، عشان ما حدش يقول لك مظلوم. بس فكروا الناس اللي انتوا، الناس اصلا الشعب ده تعبان نفسيا، ويا عيني الفيديوهات اللي على النت، الناس عايشه في حاله من الهلع. ازاي يعني الناس كبار كلها بتعيط، يعني ازاي في السن ده انتوا بتبهدلوهم؟ انتوا بتبهدلوا الشعب في السن ده. فانا ما اعرفش، انا يعني بجد، يعني ده عبث.